بالنسبة للقرار الأمريكي برفع الحظر جزئيا عن السودان، أنا أعتقد دي خطوة مهمة وتحول جيد جدا. نتمنى أنه يكون في صالح المواطن اللي عانى تبعات الحظر، لأن الحكومة فعليا ما عانت ولا تهمها أصلا وضع أو حال المواطن السوداني. على الأساس ده نتمنى أنه يكون القرار هو في صالح، يصب فعليا في صالح المواطن، لأنه فعلا يعني ممكن القرار يساهم في حركة التجارة، استيراد وتصدير، ممكن يساهم في جذب استثمارات جديدة، لأنه أغلب المستثمرين كانوا بيعانوا من النقطة دي تحديدا، الحظر المالي وحظر بعض استيراد بعض الأدوات وكذا. فنتمنى انه دي تكون خطوه مهمه في صالح المواطن، وعشان فعليا تكون في صالح المواطن المفروض تتبع الخطوه دي خطوه اهم من الحكومه، اللي هو تعديل قوانين الاستثمار، نخليها تكون جاذبه للمستثمرين فعليا، يعني على اساس انه يجوا يستثمروا في بلدك. وكمان برضو نرفع شويه الحظر عن رجال الاعمال والتجار، نساعدهم بدل الضرائب الكثيره اللي بتهد من حيلهم والرسوم وغيره وغيره، نساعدهم انهم يستفيدوا من النقله دي على اساس انه يعملوا حركه تجاريه ما بين صادر وارد، ونسهل لهم امور ونخفف عنهم. لكن ما اعتقد انه الحاجات دي تحصل في دوله عايشه على الجبايه زي البرغوث بمص دم المواطن. الحاجه الثانيه والمهمه، الحظر ده فيه اشتراطات يعني، وحتكون مراقبة بدقة، اللي هي زي وضع حقوق الإنسان داخليا، وقف العدايات في دارفور والهجمات وغيره وغيره. دي نقاط مهمة جدا لازم الحكومة تنتبه لها. هي سهلة التطبيق، لكن أعتقد إنها صعبة على حكومة ديكتاتورية تعتاش على الإجرام زي حكومة البشير. لأنه حتى الحكومة فعليا، البشير فعليا ما له سيطرة على أجهزة الأمن والميليشيات اللي بتحارب في دارفور، على أساس كده حتكون مسألة صعبة جدا. يعني المفروض تكون في سيطرة حكومي على جهاز الأمن، إيقاف الاعتقالات العشوائية وتعذيب البشر وضربهم وقتلهم، السيطرة على الميليشيات اللي بتعمل حروبات وإبادات عشوائية وجرائم ترتقي لأنها تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. دي كلها أشياء لازم تقيف على أساس أنه القرار يكون فعلي ورسمي وكلي، وننتهي من المهزلة اللي عايشين فيها لمدة 20 سنة. الحاجة الثالثة والأخيرة هي المضحكة فيما يخص فرحة أعوان الحكومة والمسؤولين الحكوميين. حتى شايف وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي السابق بينططوا فرحا في المؤتمر الصحفي. يا أخي طيب، السؤال البسيط، طالما أنتم عارفين إنه الحاجة دي جميلة جدا، والعلاقات مع أمريكا لازم تكون جيدة، وإحنا حنستفيد منها، وهي حاجة مفرحة، مطلعين ميتين 20 سنة ليش ما أنتم؟ معاندين العالم كله بتشاكلوهم في شنو؟ انتم ما عندكم قدره انكم تواجهوهم، وفي الاخر بعد 20 سنه جايين تفرحوا بحاجه كان ممكن ترفعوها من 20 سنه. يعني لو بطلتوا القرف اللي بتعملوه وعلاقاتكم مع ايران وحماس والفوضى اللي عاملينها في المنطقه، ما كان في امريكا سالت فيكم وين عملت اللي عملتوا؟ عاندتوا وركبتوا راسكم وبهدلتونا وبهدلتوا الامه معاكم وبهدلتوا الشعب معاكم، ما كان في لي اصلا داعي. فرحانين الليله انكم رفعتوا الحظر، امريكا رفعت الحظر. طيب ما كان من اول يا اخي، من 20 سنه كنتوا تتعاونوا مع امريكا ونرفع الحظر ده والعالم تعيش يا اخي. اذا كان رفع الحظر قرار مفرح فعلا وسعيد جدا زي ما انتم شايفين، معناه عدم رفعه طوال ال 20 سنه اللي فاتت يعني تستجوب معاقبتكم انتم، لانكم ادخلتونا في الورطه دي طوال 20 سنه. زي مساله جنوب السودان، 20 سنة بتحاربوا وحولتوا لحرب جهادية. يا جماعة هدول ما بنهدوا دولة انفصاليين ولازم نوقفهم وحدة السودان وأرضنا وما أدري. بعد 20 سنة جو فصلوا الأرض ودوهم الأرض وقعدوا. يعني لا وقفوها من أول، لا فصلوها من أول، لا. يا جماعة العشوائية في إدارة الدول ما بتنفع. إدارة الدولة بتختلف عن إدارة زريبة بهايم. أنتوا بتديروا الدولة بأسلوب إدارة زريبة البهايم.